هل الواحد يقدر يشيل شغل مقاولات في أمريكي سهل ولا صعب؟ بص يا صاحبي، هي يعني مش سهلة ومش صعبة، مش فزورة هي، بس في عدة عوامل تتوقف على الموضوع دي. وأهم عامل فيهم الإنجليزي. لأن من خلال اللغة، أنت لو لغتك قوية هتقدر تتواصل مع الكاستمر، تقدر تتواصل مع الشركات. زي مثلا شركة هوم أدفايزر، الحاجات دي مريت بيها أني. كانت الشركة دي هوم أدفايزر يجيبوا لي شغل، وكانوا ياخدوا نسبي مع يتواصلوا معاك ويشوفوا ايه اللي انت تقدر تعمله، او مثلا الشركه بتاعتك متخصصه في ايه بالظبط، ويجيبوا لك على حسب طبيعه عملك. بس صراحه مع يجيبوا شغل كويس كمان، بس اهم حاجه تديهم نسبتهم، او هم هيقتطعوا نسبتهم يعني منك، بس اتفقت او ما اتفقتش ما ياخدوا نسبتهم. وتاني عامل، لازم يكون عندك كوادر في الشركه بتاعتك، سباكين، حدادين، نجارين، عشان تقدر تنافس. وفي حاجه تانية برضه، لازم يكون عندك خبره في الاونلاين، وده انا دايما اقول الموضوع دي، لان امريكا تختلف. مش هتقعد على قهوه يجيب لك شغل، او واحد يجيب لك شغل، او تخش الجروبات العربيه، ممكن تصير لك شغلانه من الجروبات العربي، بس مش مستمر. وانا افضل انك تتعامل مع الامريكان عشان تاخد حساسيه الشغل في البلد. ففي عده عوامل تتوقف عليها هل انت تقدر تشيل شغل ولا ما تقدرش. ولازم يكون عندك كوادر زي ما انا قلت لك، وانت برضه يكون عندك خبره في المجال دي والانجليزي، وتخش على الاونلاين وتعمل ويب سايت محترم لشركتك، هتنافس وتشيل احلى شغل. وربنا يوفقك يا ابو الصحاب.